زين الدين، شكرا لقبول الدعوة والتواجد معنا. يا له من إحساسنا رائع أن نراك هنا. لديكم علاقة خاصة ديدي وزين الدين. نعم فعلا، أنا يمكن أن أسميك زيزو وليس كذلك. أنت مثلي الأعلى. أول مباراة لي في دوري الأبطال كانت عام 2003 في برنابيو أمام الجالاكتيكوس. آنذاك سجلت هدفا، خسرنا 4-2، وعندها بعد المباراة تبادلت القميص مع أحد زملائك، وفي النهاية أتيت وقلت لي ديدي هل تبادلنا القميص، وأنا كنت غاضبا لأنني لم أملك قميصا، وقلت لي ليست بمشكلة، لكن في مباراة العودة لا تنساني. وأنا لمدة شهرين قبل مباراة العودة أفكر في قميص الذي سأقدمه إلى مثلي الأعلى زين الدين زيدان. مباراة العودة أتت، أنا مركز على المباراة قبل البداية، أردت الفوز بالتأكيد، وأنت أتيت وربطت على كتفي مرة أخرى وقلت لي أتمنى أن لا تنساني. وأول ردة فعل كانت أن أرغب في أن أنزع قميص وأقدمه لك. قلت لي كلا، بعد المباراة ليس الآن. أنا لن أنسى ذلك، وهذا هو تأثير زين الدين زيدان على أي شخص. أين هو قميصي هذا؟ نعم أنا لا أتذكر ذلك، أنا لن أنسى هذا. أين هو القميص؟ قميصه؟ إنه موجود في غرفتي فوق سريري. وأنت زين الدين احتفظت بقميص ديدي؟ نعم بالتأكيد طبعا، إنه مع الأقمصة الآخرين. إذا زين الدين فزت بالكرة الذهبية في فترة قوية من مسيرتك. ماذا تتذكر من هذه الفترة؟ حسنا، أنتم تقومون بأي شيء للفوز بالكرة الذهبية. عندما تكون لاعب كرة قدم، كأس العالم والألقاب الأخرى تحاول أن تفوز بها، لكن الكرة الذهبية هذا ما حصل لي عام 88، وهذا شيء خاص جدا، أنها فترة خاصة، وأرى كل هؤلاء اللاعبين الرائعين الذين فازوا بهذه الجائزة سابقا. ولكن نعم، لحظات جميلة جدا أن أرى هؤلاء اللاعبين من جديد في لحظة مثل هذا، وعندما تفوز بهذه الجائزة تكون سعيدا بكل بساطة. شكرا لك زين الدين، لك الشرف أن تعلن الفائز بالكرة الذهبية 2022 بعد تصويت 100 صحفي من 100 بلد مختلف. سأنطلق إذن. حسنا، لحظات الانتظار. الفائز بالكرة الذهبية 2022، وأنا سعيد جدا بهذه الجائزة المستحقة، أنها لك كريم بنزيما. الفائز بالنسخة 66 للبالون دور. تفضل استمتع. نترك لك الكلمة كريم. مساء الخير. دعوني أتكلم. شكرا. مساء الخير. الكل شيء على ما يرام. حسنا، مساء الخير لكم جميعا. أن أرى هذا الشيء أمامي فعلا فخر كبير جدا. أنا أتذكر عندما كنت طفلا كل العمل وكل المثابرة لم أستسلم أبدا. هذا حلم طفولة ككل الأطفال الذين يلعبون كرة القدم. أنا كبرت مع هذا الهدف في ذهني، وبعد ذلك جاء الإلهام والرغبة، لأنه كان هناك مثلان أعلى في حياتي، زين الدين ورونالدو. إذن عمل كبير جدا قمت به، أن لا تستسلم، أن تتدرب مرارا وتكرارا، ولكن خاصة
أن تبقي هذا الحلم في ذهنك، لأن كل شيء ممكن مهما كانت الظروف، لأنه صدقوني كان هناك ظروف صعبة جدا بالنسبة لي. لا ننظر فقط إلى ما هو جميل اليوم لأنني فزت، ولكن كان هناك فترات لم أكن فيها مع المنتخب الفرنسي ولم أستسلم رغم ذلك، وكنت أعمل مع مدربي هنا وكان يكرر لي دائما أنني يجب أن أبقى سعيدا بلعب كرة القدم فقط دون أن أفكر في شيء آخر، وقد أفوز بهذه الجائزة في يوم ما. إذن أنا فخور بمسيرتي، وكما قلت سابقا الأمر لم يكن سهلا. والدي هنا وكان هناك فترة صعبة لكل عائلتي، عاشوا هذه الفترة صعبة معي، إذن كل هذا جعلني أقوى على الصعيد الذهني. والآن اليوم هذه أول مرة أفوز بهذه الجائزة، أنا سعيد جدا، راض بالعمل الذي قمت به وسوف أواصل، وسعيد بكل بساطة. وأريد أن أشكر كل زملائي سواء في ريال مدريد أو في منتخب فرنسا، شكرا لهم جميعا، إلى مدربي كذلك، وإلى رئيسي العظيم الموجود هنا والذي هو بالنسبة لي كجزء من عائلتي، لأنه في اليوم الذي أعطاني فيه الفرصة أن أصحح مع ريال مدريد تنقل إلى بيتي. هذا يبرز رغبته في، وهذا يبرز نوع الشخص دائما ما كان يؤطرني ويعطيني الثقة، ولذلك اليوم لديه كل الاحترام من قبلي. ولا أنسى كذلك السيد أولاس الموجود